تعلم شو سبب يعني كثير من رجال الدين كره وسيم يوسف؟ أنا تربيت بينهم ودرست على أيديهم. أنا إنسان تربيت بمساجدهم ودرست على أيديهم، وكثير أمور كنت غير مقتنع فيها بس لا أجرؤ، والله أخاف. كنت لا أقتنع بمسألة الجواري. كيف أنا كأمة إسلام أدعو للفضيلة والعدل أذهب أغزو قرية وأخذ حرمة حد واغتصبها، أنام معها أجامعها وأطالب ابنها يسلم؟ زين أنا أحط نفسي أنا ما كنت أقتنع، بس مطالب مني أدرس هذا المنهج، مطالب مني أن أقر، لأن كالطبيب لا أقتنع هذا العملية يمكن تموته، بس هو موقع ورقة بموت. علمت؟ فكنا دائما يعني مثلا تخيل أنا مسيحي ودخل علي جيش المسلمين، يلا أخذ أمي لأنا مسيحية أصبحت جارية خادمة ويجامعها آخر الليل. علمت؟ وأنا كمسيحي كيف أدخل في الإسلام وأنا أرى امتهان عرض أمي أمامي؟ حنا تعرف شو مشكلتنا أهل الإسلام؟ ما نقيس المصايب على أنفسنا. كثير الأمور يخفيها رجال الدين، كثيرة هم عندهم أن الجارية عورتها من السرة للركبة، عادي البنت تمشي وصدرها طالع والناس يشوفونها، لا كرامة موجودة في كتب الفقه، بس هم ما يحبون يتكلم بهذا الأمر. موجود بكتب الفقه، حكم من الدابة والغلمان وهذه الأمور موجود، دونت في كتب الفقه، بس هم ما يحبون نتكلم في هذا الأمور. يقول لك لا تبرز هذا الأمر للعامة، لا أخفي العامة، لا يصلح أن تعطيهم تعدد آراء، أعطيهم رأي واحد. موجود عندنا مصايب في كتب الدين والفقه، موجودة كثيرة، بس هم ما يحبون يناقشون ولا يحبون نعرضها على الناس. وإذا عرضتها يقول لك فلان يشكك، وإذا عرضتها إذا عرضتها يقول لك دقيقة، إذا عرضتها يقول لك يشكك الناس في الإسلام. لا، أنا ماشي، هذا موجود في كتب الإسلام. لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء 9 وبغسل واحد وتذكره لا تشكك، هذا موجود في كتب الإسلام. لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني الله ويسقيني، وحديث آخر يربط الحجر على بطنه، موجود في كتب الإسلام. ليه تخافون من الناس؟ ليه؟ فهذا موجود. فعندنا كثير أمور رجال الدين يخفون 90% ويخشون، والله يخافون يطلعون. أنا كنت دائما أتمنى أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس، والله أمنية حياتي أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي الناس. لن يستمر. لماذا؟ لأنه يتبنى تراثا فيه مصائب. تخيل أنا مثلا أقول لك تسأل واحد ما حكم مسلم قتل رجل مسيحي في وطنه، وش الجواب تتوقع؟ سيقول لك لا، لن يرى رائحة الجنة، لكن ليس مخلد في النار، آخر شيء بيدخل الجنة، لكن لا يقتل. ليه؟ لأنه مسلم ممنوع تقتله، لا يقتل مسلم بكافر. زين، لو أنا ذهبت لأوروبا وقتلني مسيحي وجاء القاضي قال أوكي بس يدفع الدية وممنوع نقتله، ليه؟ لأنه مسيحي. شو رأيك أنت؟ إحنا ما نقيس الأمور، إحنا نقيس الأمور بس لصالحنا، ما نقيس الأمور لصالحهم. تقول لك لا تبني كنائس في الدول العربية يا مرتزقة يا كفرة، وإحنا نطالب نبني مساجد في أوروبا ونزعل. واحنا عندنا مساجد في أوروبا ونزعل إذا ما بنينا مساجد، نزعل. يقول لك يأتي رجل دين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أنت لو تتعمق بالمصائب التي يخفيها رجال الدين لماذا الشباب الآن لا يريدون سماع خطابهم؟ لأننا غير واضحين مع أنفسنا. حنا غير واضحين مع أنفسنا، حنا مجالسنا الخاصة تختلف عن العامة. يأتي أحدهم يقول السمع والطاعة لولي الأمر، ويتبنى فتوى حكم المتغلب الانقلاب، يتبناها. أي دولة الآن يقول لك السمع والطاعة لولي الأمر إذا هو قوي، بس إذا ضعف ولي الأمر وحد قلب عليه حكم المتغلب. يا دكتور وسيم، وش حكم المتغلب؟ أطيع الأقوى، خلاص ليه حقن دماء المسلمين. وين الطاعة لولي الأمر؟ وين الولاء؟ ما يسكتون. أغلب رجال الدين تحريم النشيد الوطني وضد النشيد الوطني، ويرون حرمة الوقوف للنشيد الوطني، ولما يعزف النشيد الوطني يقومون. ليه؟ لأن الدولة قوية، بس إذا الدولة ضعفت بجلس وإجر على أجر، وما حد يقدر يتكلم معي. أغلب رجال الدين في عصرنا ضد بناء الكنائس، ويريدون ويجمعون تبرعات بناء المساجد في أوروبا، بس ما يقدرون يتكلمون، ما يقدرون يصمتون، عندهم تقية. حنا نقول لك والله يأتي رجل دين يقول لك الشيعة عندهم تقية، حنا عندنا تقية.
حكم المتغلب تقية، حكم النشيد الوطني تقية، حكم الوقوف للعلم تقية. يا رجل عندنا زواج المسيار وغيره، ابن عاشور أجاز المتعة مع شروطه طبعا وساكتين، وهو من أئمة أهل السنة، بس عندنا تقية. عندنا، أنا ضد هذا طبعا، لكن عندنا تقية مثلنا مثلهم، علمت؟ بس حنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير. والله لو خرج رجل دين يتبنى أفكاره وفتواه أن أمة ستنقلب عليهم. لكن كيف أنا أتبنى؟ كيف أنا أنصر منهجي؟ كيف أن أخفي أفكاري وأظهر اللي أنا وأنت يمكن أن نختلف به؟ لكن السبايا لو جاءت حملة مسيحي ويأخذ أمي ويجامعها وأنا أشتغل عند عبد ويريدني أدخل دينه ودين الله أن جعلهم عبيد لنا، لا يا حبيبي، ما حد عبد لحد. هذا موجود في أفكارنا. فإذا سؤالك 90% يخفون رجال الدين من المعلومات، 90%، ولا يريدون الناس أن تعلم، ولا يريدون الناس أن تعلم، ويحرفون الكلام ويكذبون. تصور، والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله، والله يكذبون، موجود. والله العظيم أغلبهم لا يستطيع أن يتكلم بفتواه التي يتبناها على الهواء. أقسم بالله ما يستطيع أن يتكلم بفتوى يتبناها على الهواء، ما يستطيع. يخافون. لماذا؟ المجتمع سينقلب عليهم. كيف هذه الفتوى؟ كيف إرضاع الكبير مثلا، يقول لك هي الرضاع مباشرة، ما يقدرون، كيف وضع في إناء وكذا. عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس، كفر الناس. هم وش عندهم؟ لا بخفيها. يأتي مثلا لمسألة لا يقبلها عقل ولا دين، عند فتاوى لا يقبلها مسلم لا يقبلها، يأتي يخفيها. وأحاديث لا يقبلها عقل يخفيهن. لماذا؟ يقول حتى الناس رحمة بعقول الناس. نعم، رجال الدين يخفون مصائب، ولو تكلموا بها سينبذهم المجتمع عن بكرة أبيهم. لهذا وش هم يسوون؟ يهدؤون، يطلعون بمظهر الكيوت هذا حتى تقوى شوكتهم، ثم يرجعوا يخرجوا أفكارهم. هم بموج. لهذا الله يكفينا شرهم. قولوا آمين يا